يا لهوي يا ديبو يا لهوي، ده انا حمدت ربنا انك ما كنتش موجود. اشمعنى؟ اشمعنى؟ ده انا كنت اموت فيها. ايه يا بت؟ خايفة عليا؟ طب وانا لو ما خفتش عليك انت هخاف على مين بقى؟ ايه الكلام الحلو ده؟ انا لو اعرف ان انا هسمع الكلام الحلو ده انا كنت عملت لي خناقة كل يوم. لا والنبي من غير خناقات، ده انا سمعك اكتر من كده كمان. طب ما تسمعيني. انت لو عايزني اموت عشانك اعملها. هطب ساكت انا بقى. في حنية تاني؟ وهي دي حنيه؟ ده انا اوريك حنيه عمرك ما شفت قبلها ولا بعدها. بس انت ناوي؟ ناوي يا بت، والله ناوي. امتى؟ ربنا يسهل. حياة عينيك الحلوين كل حاجة هتبقى تمام. على فكرة أنا كلمت واحد زبون عندي في الشغل، كلمته في موضوع السفر، في نفس الوقت برضه كلمت الواد مين، يعني كلمنا أخوه، كذا سكة يعني. تسافر؟ أسافر. أنت عارفة يا جيجي الجنيه هنا مبقاش يجي بالسهل، وحتى لو جه زي قلته. أنا خايف بس كل الحوارات دي كلها تبقى فكسانة. أنت عارفة الميمي يومه بسنة. طب ولو ما حصلش حاجه من دول؟ في حاجة كده كنت بفكر فيها وعايز رأيك يعني. أنا بفكر أكلم المهندس فؤاد. مقدس؟ أنت عارف المهندس ده راجل كويس وخيره على الكل يعني، وهايدي بنته ما شاء الله دلوقتي في استراليا، وهي متربية معانا هنا يعني واحنا عيال صغيرين. فإيه رأيك لو كلمته هيبقى في مشكلة؟ تتكلم معاه في ايه؟ كلمة في إيه؟ أنت مش معايا خالص ولا إيه؟ في السفر. انت عايز تسافر وتسيبني؟ جيجي كلها سنة ولا 2 الواحد هيظبط الدنيا ونتجوز ونعيش حياتنا. سنة ولا 2؟ كأنك بتقول كده، ولا ساعة ولا 2؟ انت مش حاسس بيا خالص؟ يا بنت بقول لك هسافر وارجع على طول. ايه في ايه مالك؟ اخويا فقري ولا ايه؟ في انك مش شايف حد غير نفسك. خلاص يا ديب، عايز تسافر سافر يا اخويا، ولو عايزني اكلم لك المقدس حاضر اكلمهولك. بناقص واحدة غاوية فقر. انا اللي استاهل اني بحب واحد اصلا انا مش فارقة معاه. انا اللي استاهل. لا انا اللي استاهل. نكد اصلي اوريجينال تقفيل بلاده. مفيش فايدة. صباح الخير. صباح النور. انا لو كنت عارف ان انت جايه بدري النهارده ما كنتش اتاخرت. اصل خلصت الجيم بدري فقلت بدل ما اروح اجي على هنا على طول. طب ما كلمتنيش ليه؟ ما انت عارفه نمرتي مع شيمي بيه. هو صحيح اخباره ايه؟ انا كلمته اكتر من مره ما بيردش عليا. صحته ازاي؟ تعبان شويه، بس عايزه اعرف يعني اكلمك ليه؟ عادي يعني. انت نازله الصبح بدري لوحدك والدنيا بتبقى فاضيه، وفي حيث هذا الانفلات الامني اللي احنا عايشين فيه اليومين دول يبقى معاك حد. قصدك يعني إن ممكن يحصل لي حاجه؟ يعني لا قدر الله. طب اللي بره هناك دول بيعملوا ايه؟ لا، ما شيمي بيه قال لك قبل كده اللي بره طول حاجه وانا حاجه تانية خالص. طيب يا حاجه تانية خالص. صحيح انا كنت جايب الهديه دي لرامي. ميرسي قوي يا يوسف. انت عرفت ازاي ان هو بيحب بنت هندي؟ هو اللي قالك؟ لا هو بصراحه ما قاليش، بس انت عارفه بقى في حاجات ما بتتقالش لكن بتتحس. على العموم ميرسي قوي بجد، يعني انا هديها له ان شاء الله لما اروح. ثانك يو. عن اذنك. ميرسي. اتفضل. والله أنا جاي النهاردة عشان تشوفي لي حل. خير يا فايز بيه، في ايه؟ لازم تقدري حالتي. الإيجار ال 42 جنيه اللي بتدفعوه النهاردة ما بقتش فلوس خالص. البواب بيدفع 350 جنيه أجرة الأوضة اللي فيها. طب شوف حضرتك الزيادة اللي ترضيك وربنا يسهل. أنا عندي نظر. أنا شايف الحالة المادية اللي معاكي أنت ونادين ما بقتش زي الأول. أنا ليا حل كويس عشانك. هشتري الشقة منك. أنا شايف إنها كبيرة عليكي. قيمة الشقة ممكن تجيبي حاجة أحسن مناسبة ليكي. إيه رأيك؟ مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. كويس انك جيتي. خير في ايه؟ الأستاذ فايز جاي يكلمنا عشان نسيب الشقة. مقابل مبلغ محترم. إحنا ما بناكلش حق الناس. طب واشمعنى شقتنا احنا يا استاذ فايز؟ عندك شقق العماره كلمت حد فيهم؟ أنا عندي نظر. أنا شايف الحالة المادية معاكم مش زي الأول، فأنتوا محتاجين لفلوس
قلت انه يعني حضرتك عملتي حاجه للاستاذ فايز يشربها يا مامي؟ لا لسه. طب كويس قوي، عشان احنا حالتنا الماديه ما تسمحش. طب فكروا كويس، اذا حبيتوا انا موجود. احنا مش هنسيب الشقه، مش هنبيع يا مامي، مش كده؟ مش هنبيع الشقه صح؟ لا يا حبيبتي مش هنبيع. فهماني مش كده؟ هنبيع الشقه ايه؟ ها حالتنا الماديه ايه؟ مش انا قلت لك نادين مش هتوافق؟ نجم الهتاف العالمي. مالك الشماريخ حبيب قلب تيفا، تعالى. الماتش ده عايزينه سواد على الغربان. وانا هنسى يا تيفا ولا ايه؟ هنسى الماتش اللي فات لما ضربنا وناس كتير اتعورت فيه؟ ايه يا عم؟ وخد عندك كمان اللي ما تعرفوش. ايه؟ عارف مين مسكوه عملوا له قضيه شغب؟ مين؟ الواد عجوه. هم اللي جابوا الرحم يا معلم، مات الكلام. المهم انا قلت اقول لك عشان تعمل حسابك. هروح ابلغ بقيه الناس. سلام. سلام. حبيب قلب الهتيف من جوه، لسه زعلانه مني؟ خلاص بقى، خلاص يا شيمو بقى، ما اتأسفنا وقلنا سماح، ما تقلبليش بوزك وتعملي لي فيها فاروق جعفر. طيب خلاص خلاص مش زعلانه بجد. بتكلمي مين في التليفون يا شيماء؟ دي داليا. ولما هي داليا ما استنيتيش لما اسلم عليها ليه؟ لما تتكلم مرة تانية بقى اديهاني اسلم عليها. حاضر. يلا يا اختي، يلا يلا عشان نلم الغسيل، تعالي ورايا، يلا قومي. ماشي. يا بنت اهدي على نفسك شويه يا بنت. لا رايحه جايه رايحه جايه على الشباك، هو هيطير منك؟ بيوحشني ياما، وبعدين بقاله ساعة مش باين تحت. لما تروح الجامع اللي جنبنا دهوت وخليهم يندهوا عليه بالميكروفون، واحد تايه يا ولاد الحلال. تايه ده ايه؟ هو عيل صغير، ده راجل وسيد الرجالة كمان. أنا بس اللي بحب أشوفه كده كل شوية أو أسمع صوته. ده من إمتى ده يا أختي؟ من زمان، بس أنت اللي ما كنتيش واخدة بالك. أقول لك على سر يا زوزة. قولي يا روح زوزة. أما كنت بقعد مع نفسي كده زمان وأقعد أفكر، كنت بقول يا لهوي لو ميمي مش في حياتي أنا كنت هعمل إيه؟ كنت هتتجوزي واحد تاني؟ اكفي من بقك، اتجوز واحد تاني ده ايه؟ هو في زي ميمي؟ في رقته وجدعنته وطيبة قلبه. الله، طب ما لما هو كده يعني مفيش زيه ومفيش جدعنته بتعصبيه ليه؟ مش عارفة، بحب اشوفه هو متعصب وغيران عليا، بحب اشوفه كده وهو دمه بيجري لما حد بيكلمني بربع كلمة. بجد يا بنت لموحة، ايه ده يا ميم؟ انت هنا من امتى؟ من ساعات بحب اسمع صوته واشوفه. اهو قفشك يا روح امي. طب خليكوا بقى قاعدين مع بعض. خلي عمتك تنفعك يا اختي. تعالى يا عين عمتك، تعال تعال اقعد جنبي هنا اهو. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عمته؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ كويس؟ انت كنت فين؟ كنت في الوزارة، كلموني من ساعة قالوا لي تعالى عشان تحلف. قالوا احلف، قال جالك الفرج. يا عمتي انا حرامي ولا ايه؟ بضحك معاك يا حبيبي، بضحك. اضحك يا حبيبي. نفس ضحكة ابوك والله، والله العظيم بالظبط نسخة يا ولاد. الله يرحمه. الله يرحمه، احسن اليهم. انا عاوزاك في حاجة كده. امور يا حاج. خد يمين. ليه ده عمته؟ عامل بيه ايه؟ الله، انت مش كتبت كتابك على البت ولا انتوا بتضحكوا عليا وترجعوا تقولوا بتنسى؟ لا يا ستي، كتبنا فعلا. طيب يبقى خلاص الخاتم ده بتاعك. الله يرحمها امك ويحسن اليها، كانت ادتهوني وقالت لي لما سمحت تيجي تتجوز اديهولها، وما انك انت بقى اللي هتتجوزها خلاص انت اللي تديهولها. ايه يا عمتي؟ وانا كل ده كنت فاكر انت بتنصبي عليا. يا وسع. حبيبتي يا عمتي. يا حبيبي يا حبيب قلبي. فاكر يا ميمي وانت صغير زمان لما كنت اخدك احميك والفك بالشال الابيض واقول لك الواد ميمي ملفوف بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. والشال الابيض ده بتاع مين؟ بتاع ماما زوزو اللي حمته. يا حبيبي كانت ايام. طب انت ليه بقى بتفتكر الايام دي دلوقتي؟ ربنا يديك الصحه. ما هو هيديني ان شاء الله. الله، انت فاكرني كده هتاخد فطيس؟ لا، ده انا قاعده على قلبكم لحد ما اربي عيالكم وعيال عيالكم والفوهم برضو بايه؟ بالشال الابيض يا عمته. يلا انا هنزل، عايز حاجه مني؟ لا، انت جاي في ايه ورايح في ايه؟ معلش انا كنت جاي بس اجيب حاجه وسمعت الكلمتين الحلوين دول في خطير بقى. طيب يا حبيبي والنبي ممكن تسقيني ميه؟
عينيا. وبص سندوتش صغير كده احسن البت سماح سايباني من الصبح على لحم بطني. بسطرمه اعمل لك بسطرمه؟ بسطرمه وجبنه وحاجات كده. حاضر. والنبي ايد نور السلم الهي يسترك دنيا واخره. احسن اخويا صلاح وهو طالع عليه بالليل كده وفي الضلمه يتكفي على وشه. اخوكي صلاح هي هبت تاني عمتي ولا ايه؟ لا خلاص انا هنور لك نور السلم للميتين كلهم اللي هيطلعوا لك النهارده. الله يرحمهم ويحسن اليهم يا رب. الله يرحمهم. يا نص هي حكيت لك ايه؟ ما قالتليش حاجه، انا بعرف من وشها. طيب يمكن تكون زعلانه من امك، من حد من الشغل يعني. جيجي ما بتزعلش من اي حاجه في الدنيا دي الا لو انتوا الاتنين اتخانقتوا. يبقى انت كده عارف كل حاجه. قول لي يا ديو، انت مش ناوي تتجوز اختي؟ اسمع يا نص، اختك دي غاليه عندي قوي وانا عايز اتكلم معاك بس خايف ما تفهمنيش. قول يا عم حفل. ماشي يا نص. لما تحب واحده تاخدها وتقعدوا في مكان مشبوك، هتقعدوا في حته نظيفه. حته نظيفه اكيد. طيب ده بقى اللي انا عايز اعمله مع اختك. عايز لما اتجوزها نقعد في حته نظيفه، نخلي في حته عيل حلو زيك كده. فاهمني يا نص؟ فاهم، بس انجز بس. انجز وانت واختك كده متصربعين في كل حاجه. حاضر. ادعي لي بس، انت قلبك طاهر، يمكن ربنا يسمع منك. يا رب. انا هطير دلوقتي بس. ماشي يا نص. اقول لك دي يا ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبي؟ الواد نص ده جدع قوي. مش احنا مربينه؟ لازم يطلع واد ذكر. تفتكر لو اتجوزت البنت جيجي اخلف واد زيه؟ احلى منه كمان ان شاء الله. بس انت يلا بقى جدع نخلي الفرحه فرحتين. كله بتصبع كده، بالراحه عليا شويه. قابل يا سيدي. هروح اقابل. نجيب لي البن يا نحل. انا يا اخي. جرى يا جيجي، عامل نفسك مش شايفاني ولا ايه؟ كنت فين يا بت؟ هكون فين يعني يا حسرة؟ من البيت للمحل ومن المحل للبيت. الدور الباقي بقى على اللي ما بيهمتش، وما فيش غير على لسانه عايزه اسافر عايزه اسافر. يا دي موضوع السفر ده في ايه؟ انت بعتي لي اخوكي؟ وما بعتوش ليه؟ مش راجلي وعايز مصلحتي؟ لولا ان الواد ده عسل وانا مستجدعه انا ما كنتش عديت لك طقم النكد اللي عملتيه معايا النهارده ده. لعلمك بقى انا ما بعتوش. هو اللي حسيس وعنده دم. لما بيعرف اني زعلانه من حاجه بيتصرف وبيعمل اي حاجه عشان يرضيني. ايه ده؟ هو بس اللي بيعمل؟ ما شفتش حد غيره بيعمل يا اخويا. لا انا بعمل بس انت ما بتشوفيش. يا بت يا بت فكري يا بت، كل ده عشان مين؟ ما هو عشانك انت، عشان عيونك دول يا بت. يا سلام كلني كده بالكلام يلا. ما لازم اكلك ولا اعمل ايه؟ انت قمر. هو فين احمد؟ العادي بتاع كل يوم كبير، خناقه على طابور العيش. برضه العيش والناس تجري وتسيب لنا القهوه فاضيه. في حد تبعنا هناك؟ والله يا كبير ما اعرفش، بس يمكن الله اعلم. اطير طب اشوف لك الدنيا فيها ايه وارجع. استنى اجي معاك ابص، جايز يكون حد يخصنا ولا حاجه.
بسرعة يا سماح. بيقول لي يا اختي انا الراجل بتاعك راح يجيب عيش، جايلي متشال. هو في حتة أحسن ونعمة الشريفة في حتة أحسن. انت هتبقي أحن عليه من ربنا. مش هشوفه تاني، مش هشوفه تاني. حد يصدق اللي بيحصل ده؟ دفن وعزا، وفي مين؟ في نصها. حد يصدق ده كله يا جدعان؟ كلفت في دقيقة، بقى في دنيا غير الدنيا، لا فيها أهل ولا عيلة ولا أصحاب ولا إخوات، والناس كلهم فيها زي بعض. أنا حاسس إن يدخل عليا فجأة ويقول لي يا رايق، علمنا حركة جديدة يا رايق. الموت بقى سهل أوي، مبقاش يفرق بين كبير وصغير، راجل ولا حتى عيل. اديها لي قبل ما اروح القسم، زي ما يكون حاسس انه مش هيشوفني تاني. وحدوا يا جدعان، الواد ده دلوقتي في حتة أحسن مننا كلنا، وبعدين مين عارف، ما كان ممكن يكبر ويمشي في نفس السكة اللي احنا مشينا فيها وبرضه يتضرب رصاصة، بس متأخر شوية. عندك حق، هو خد الطلقة وارتاح. صح، عارف يا يوسف، عارف يا ميمي، عارفين وانا في العزا كنت بفكر في ايه؟ كنت بفكر في نفسي وانا عيل صغير. عيل صغير يا دوب يشوف ابوه الساعة 6 الصبح، يرجع من الشغل، يفطر، ينام. كل يوم انا رايح المدرسة كنت بكلم نفسي انا عايز اشتغل شغلانة تانية خالص غير اللي ابويا بيشتغلها. عايز لما اجيب عيال اخدهم في حضني وياخدوني في حضنهم. في الاخر اشتغلت نفس شغلانته وبقيت اسرفز على الناس، اخدم عليهم، الناس اللي عندهم الفلوس ملهاش حساب. يا بختك يا ديبو، انا بقى ابويا استخبى مني العمر كله، معرفوش، وعيت على الدنيا لقيت نفسي متسلسل في سلسلة امي، معرفش غيرها. حتى اسمي لما كان حد بيسألني عليه واقوله كأني بقول اسم واحد تاني معرفوش. سألتها كتير، ابويا مين؟ طب ابويا فين؟ ما تجاوبنيش. كرهتها. عارفين يعني ايه تكره امك اللي انت عايش معاها وما تعرفش غيرها؟ عشان كده لما كبرت كان لازم اكسر عين التخين عشان ابقى احسن منهم كلهم.
أحلى نظرة بالنسبة لي لما أشوف عيون الناس اللي قدامي وهي خايفة ومرعوبة مني، والوقت ده هو كان الوقت الوحيد اللي بحس فيه إن أنا بني آدم. لأ، مش بني آدم، أنا أحسن بني آدم. انا بقى عمري لا فكرت لا في ناس ولا في فلوس ولا ان اكسر عين حد. انا طلعت لقيت ابويا قهوجي معلم قد الدنيا، طول الوقت كان ريحته معسل، بس كنت بحب ريحته. عمتي كانت رقاصة، بس رقاصة جدعة، ياما سافرت معاها واتخانقت لها، اتعورت وعورت لها ناس، وفجأة ابويا وامي ماتوا سابولي كل ده. قهوة وعمتي وسماح وانتوا كمان معاهم. ماسي كده بقى موضوع تاني خالص. اخويا الصغير وحبيب قلبي، حبي زي ما بيقولي، بس طول عمره سواح في بلاد الله. ما قعدتش معاه قد ما قعدت معاكم، حتى الفترة اللي سافرت له فيها. طول الوقت كنت بتكلم عنكم، عشان كده مش عارف ابعد عنكم ولا عارف اسيبكم. انا عارف ان الدنيا دي كلها هتعمل، ما نقدرش نعيش فيها طول ما احنا سمك صغير. نص هو ابوه واحنا كلنا سمك صغير. السمك لو اتاكل ملوش دية. حد يقدر يقول لي دلوقتي حق نص الغلبان راح فين؟ حق نص عند اللي خلقه يا ميمي، حق نص عند اللي خلقه يا ميمي. هي بقت كده عشان ده من نص اللي راح ده. انا بقولها لكم، طول ما هنشوف من الدنيا اسوء، طول ما هتشوف مننا غباوة. الأيام دي بتفكرني بنكسة 67. مظاهرات في الميادين وفي الشوارع، والأبواب كلها مفتحة والجيش مرتبك. كلامك مظبوط، رغم المفارقة بين الحدثين. دي ثورة ودي نكسة. الكلام في سرك. أنا البيزنس بتاعي زاد بعد الثورة. معقولة؟ مع إن المفروض الثورة دي قامت عشان تحارب الفساد، لكن الواقع بيقول حاجة مختلفة خالص. كل القوى المكبوتة بتحارب بعض وبتتخانق مع بعض في الشوارع وفي الميادين. كله عايز ياخد البلد لحسابه أو عايز ياخد حتة من التورتاية. ليبراليين على إخوان على يساريين، وللأسف الثوار الحقيقيين تاهوا في الميدان، بقوا عاملين زي الأنبياء اللي ملهمش تابعين. وفي الجو ده البيزنس بينتعش طبعا، وبيبقى فيه لاعبين جداد ومنافسين من نوع مختلف. منافسين؟ ينافسوا مين؟ ينافسوك انت؟ لا، أنا بالنسبة لي تجاوزت المرحلة دي خالص. أنا اللي بختار العملاء بتوعي. أنا بتكلم بشكل عام. في حالة الهدم وإعادة البناء دي الأنقاض بتبقى كتير والبيزنس بيزيد. المشكلة ان النظام السابق كان غطى الكوارث كتير، ولما انكشف حصل انفجار يعدي اي استيعاب، سواء كان امني او اقتصادي او حتى اجتماعي. هي فعلا أزمة لأي حاكم، لأنه بيحكم بمنطق حلق حوش. بالظبط، حلق حوش. ميرسي على التمثال. تحت أمرك. بعد زي الفل. سلام يا حور. هذا نحن
يا ام الحقني يا خليفه ريس. يا ام خليفه بس الحقني يا ابني. الصبح كده في الشارع. يعني تعالي اقعدي ارتاحي. اشرب ميه نحله. عينيا كبير. ايه اللي نزلك على الصبح كده يا ام خليفه؟ اسقيني شويه ميه الاول يا ابني. الميه نحله. ريقي ناشف. يا نحله يا ضنايا. بسرعه يا ابني ما تتحرك. اتفضل يا سيدي. اشرب يا ماما. كتر خيرك يا حبيبي. الف انا. رايحه فين ولا جايه منين على الصبح؟ انا كل يوم على الحال ده اخرج الصبح اروح عشان املى الانبوبه، وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الاخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا ايه؟ وعلى الحال ده بالك قد ايه؟ اكتر من 4 ايام يا حبيبي، ومش عارفه اعمل ايه يا ابني. 4 ايام؟ وبتاكلوا ازاي؟ وعايشين ازاي؟ ربك اللي بيرزقها، ده مش انا بس، دي الحاره كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي انا هتصرف اغير لك الانبوبه. انا مش عايزه اتعبك، كفايه اللي انت فيه. تتعبين ازاي بس يا ابو خليفه؟ يا نحله تعالى بسرعه. خد الانبوبه دي وغيرها يا ابني، ما ينفعش، بقول لك ما فيش انابيب. خدتك بعافيه يا حبيبي، ربك هيحلها يا رب، حلها من عندك يا رب. يا وسط يا رب. ما تشغلش بالك يا كبير. ما تشغلش بالي ازاي يا نحله؟ ايه الموضوع ده يا نحله؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقالنا بتاع 3 اسابيع ما فيش انابيب في السوق. احنا ربنا بيحبنا، لولا ان احنا عندنا شويه انابيب جوه وبنبدل فيهم كان زماننا يا كبير بنولكم. يعني ايه؟ والناس مش لاقيه انابيب ليه؟ يا كبير تجار يا كبير، والناس بتلم الانابيب من السوق، الانبوبه بتتباع ب7 جنيه، يبقى هم بقى ب50 60 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء يا كبير. افتراء. اوكي. هلو. انت جامد. انت اللي جامد. حبي. يا شيماء مزعل امك ليه؟ ابدا والله، ما انت عارف امك كل ما تشوفني ماسكه التليفون تتعفرط. قلت لها 100 مره بكلم عبير بدل ما اروح لها وهي تجيلي، بنذاكر مع بعض في التليفون. ماشي. ايه بقى حكايه الرجوع متاخر بالليل دي؟ انا بخلص المعهد بطلع ساعتين التمرين في المستشفى، الباقي بيطير في المواصلات. اعمل ايه بقى؟ قول لي. ما تعمليش اي حاجه، انا برضه قلت لها كده. قلت لها كمان ان اختي شيماء حبيبتي لو في اي حاجه في دماغها هتيجي تقول لي انا اول واحد. والله انا غلطان ولا ايه؟ طبعا، ما انت عارف ان انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. ماشي. بتجيش صعبانه عليا قوي. مش عارف اعمل لها يا شيماء، مش عارف اعمل لها ايه. موضوع نص ده جه ولخبط الدنيا كلها، وبعدين انا وهي يوم في العالي ويوم في الواطي، ومن ساعه ما قلت لها على موضوع السفر ده وهي مش على بعضها. ده البت فاكراني اخلع منها. ما هي ليها حق بصراحه، يعني عايز تقول لها ان انت هتسافر وتسيبها وتقعد تتفرج؟ البت بقى لها كتير مستنياك. يوه، هو السفر ده عشان مين؟ ما هو عشانها وعشانكم، ولا هي عاجبها العيشه اللي هي عايشاها؟ في ايه؟ ما انت عارفه وكل الناس عارفه والحاره حتى عارفه ان انا هسافر. هو ده اللي في دماغي يا شيماء، في ايه؟ طب بالراحه عليها اليومين دول، كفايه الظروف اللي هي فيها. حاضر، هقدر الظروف اللي هي فيها، لكن في نفس الوقت مفيش حاجه هتتغير من اللي في دماغي. اللي في دماغي في دماغي. ربنا يهديك. انت قلت لي البت شهاده فين؟ قاعده في اوضتها ما بتخرجش. يا شهودة يا حبيبتي، لسه برضه مش عايزة تروحي المدرسة؟ احنا كمان كنا بنحب نص زيك بالظبط، وكلنا زعلانين عليه. غصب عني يا فيلم. لما صحيت من النوم عشان اروح المدرسة ما لقيتوش بيصحيني زي كل يوم. احنا كنا بنروح المدرسة سوا وبنلعب سوا وبناكل سوا. تعرف يا ديبو كان بيحبك قوي، كان نفسه يبقى زيي. انا كمان كنت بحبه. عارفة يا شهد، نصها كان جدع، جدع قوي.
كان دايما يقول لي نفسه يكبر عشان يعوض أمه وأخته عن اللي شافوه. الله يرحمه. عارفة نص فين دلوقتي؟ عند ربنا. هو في مكان أحسن دلوقتي، مكان أحسن من اللي احنا عايشين فيه. طب اشمعنى هو؟ ليه هو بالذات؟ كان في 100 واحد في الخناق يستاهلوا الحق، اشمعنى هو بالذات؟ ده عمره يا شهد، وربنا هو اللي اختاره. ربنا عايز ان واحد ما عندوش اي قلب يموت واحد ما عندوش ذنب. بص عملوا ايه عشان يعملوا كده؟ ما عملوش أي حاجة، بس ربنا عايز كده. ما نقدرش نعمل أي حاجة، ربنا عايز كده يا شهد. ادعي له يا حبيبتي. ها؟ الله يرحمه. ادعي له، ادعي له بالرحمة، ادعي له. انت فينك يا امجد؟ كل ده في الحمام، رئيس عاوزك. يا عم اخلع انت، الرئيس مين ده؟ في شرطه وكام ساخر بقى تجري اطلع في الطريق. طبعا انت ما تعرفنيش كويس يا يوسف. والله مجرد سمع يعني. وايه بقى اللي سمعته عني؟ ابدا، حاجات مش كتيره ومش مهمه قوي. ان انت كنت طليق غاليه، وان انت كنت شغال عندهم زمان في البازار كده يعني. بس اعتقد دي حاجه ما تعبنيش. لا خالص، الشغل عمره ما كان عيب، وبعدين لو تعيبك يبقى تعبنا انا كمان. صح كده. طب عندك فكره انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ الصراحه لا. ولا حاولت تخمن كده وانت جاي في الطريق؟ فزوره ولا ايه؟ بص يا يوسف، بكل بساطه كده انا دلوقتي بنافس الشيمي في شغله، ويهمني اعرف اي معلومات عن الصفقات اللي بيخشها، عشان اكيد دي كمان هتفرق معايا في شغلي. وعايزني ابقى عصفورتك من غير لف ودوران؟ اه. انا عارف انك قريب من غاليه والشيمي في البازار، وانت اللي بتمشي الامور اللي هم مش قاعدين. الله، طب ما انت عارف كل حاجه اهو، كانك قاعد معانا وشايفنا. ما اللي قال لك الحاجات دي بقى يقول لك بقيه الحاجات اللي انت عايزها. ما هو بقى اللي قال لي الحاجات دي كلها قمار، ما اقدرش اعتمد عليه في حاجه اكتر من كده. انما بقى انا عايز واد مفتح وصايع، يعرف ايه اللي يلزمني وايه اللي ما يلزمنيش. طب وانت الكلمتين بتوعك دول هما اللي هيخلوني بسهوله كده عينك هناك؟ شوف يا معلم، في البيزنس مفيش احسن من الدغري، وكل حاجه عرض وطلب. هتعمل حاجه قصاد حاجه، والله اتفقنا مع بعض اهلا وسهلا وعلى راسي، ولو ما اتفقناش اهلا وسهلا برضه، وهعرف المعلومات اللي عايزها من اي حته تانية. طب انت مش خايف ان انا اخد الكلام ده كله واروح انقله للشيمي وغاليه؟ اخاف من ايه؟ الشيمي وبنته عارفين ان احنا في عداوه ما بيننا، زائد انك هتستفيد ايه لما تروح تقول له؟ كبيرك هتاخد كلمتين شكر على خوفك وامانتك على البازار، وده يا معلم هيتنسي مع اول غلطه هتعملها. انما بقى لو تعاملنا مع بعض اكيد هتستفيد باكتر من كلمه شكر. ها، تحب تاخد فرصه تفكر؟ لا، وافكر ليه؟ دي عايزه تفكير. ما دام فيها اكتر من كلمه شكر اعتبرني معاك. صح كده. اتفضل السفينه. ها، ايه رايك بقى؟ يجنن يا خالتي، الله ينور. وعليك يا حبيبتي. عارفه يا بنتي يا سماح، طول عمري كان نفسي ربنا يرزقني ببنوته حلوه زيك كده، البسها فستان فرحها بايدي وازفها على عريسها. اخصى عليك يا خالتي، وانا مش بنتك ولا ايه؟ ايوه طبعا يا بنت. طب ده انا ربيتك ولعبت معاكي اكتر من موكوس امك. بس برضه يعني كان نفسي بنت من صلبي حلوه زيك كده، اصاحبها وتصاحبني وتشيل همي. يلا ما تاخديش في بالك، المهم اسمعي اللي انا عايزه اقول لك عليه. قولي يا خالتي. لازما من اول يوم يا بنت جوزك تقريه صح، تقريه وانت مغمضه. اقراه يعني ايه؟ تعرفي طبيعته ايه، اللي بيفرحه، اللي بيزعله، بيتعكنن من ايه، مزاجه بيجي على ايه. حاكم راجل من دول يا بنت يحب الست الشاطره الذكيه اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. برافو عليك يا بنت، برافو عليك. ده الرايق والنبي ما تخليه يشوف. الله 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 الله، رايح فين يا رايق؟ رايح فين يا عريس؟ انتوا بتعملوا ايه؟ زي ما انت شايف
العروسه بتقيس فستانها. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزف يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقولي عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا عرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا، وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهر طول عمرنا ولا ايه؟ جرام يوسف، انتوا جرالكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصه وزفه. في ايه؟ طب عليا الطلاق يا سماح، ما في فرح. اخر حاجه اقولها لك. استنى يا راي، انا عارفه انت جواك ايه ومقدره، وبعدها ليا في جيجي اكتر منك يا اخويا. انا بس عايزه اطلب منك طلب، وسايق عليك النبي ما تكسفني. عايزه بس البس الفستان اتصور بيه صوره صغيره يا مين، نحطها على الحيطه ونفتكر اليوم ده طول عمرنا. وقسما بالله ما هدخل بيه الحار عشان ما اكسرلكش حلفانك يا اخويا، والمصحف ما داخله بيه. عارفه اليوم اللي ما بشوفكيش فيه بيبقى احساسي فيه عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس احساسي بالظبط لما الترجي كسبنا وصعدنا النهائي. انت مفيش في دماغك غير الكوره؟ لا طبعا، نصها بس، والنص التاني في الورشه. وانا فين بقى ان شاء الله؟ انت في قلبي يا قلبي. طب اثبت. اثبت؟ على الحرام من ديني قولي اي حاجه دلوقتي وهتتنفذ وش. ما تروحش الماتش الجاي ونخرج. لا كله للماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، ده طار بايت مع الغربان. غربان؟ غربان ايه يا شيماء؟ انت كنت بايته بره ولا ايه؟ بتوع الامن المركزي. الله، انت ما تعرفيش ان هم ضربونا كلنا وخدوا مننا ناس كتير ولا ايه؟ ما ينفعش ما اروحش الماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش، دي هتبقى معمعه، لازم اقف جنب الناس. انت بتروح تشجع ولا تتخانق وتضرب وتتضرب؟ مش خايف على نفسك؟ مش خايف يجرالك حاجه؟ طب مش خايف يتقبض عليك؟ يا بنت الناس، احنا مش بلطجيه جايبينهم عشان يثبتوا الناس، ولا دافع لنا فلوس عشان نضرب ونكسر وخلاص، لا. المساله احترام يا شيماء، احترام، لازم الناس دي تحترمنا وتقدرنا، وبعدين بقى هم اللي بيبداوا وبيغلطوا نسكت لهم؟ ده ازاي؟ ما يصحش، روحوا اتخانقوا معاهم واضربوهم ويضربوكوا، واللي يقدر على التاني، ما هي فتحه صدر بقى. لا اله الا الله يا بنتي، ولا فتحه صدر ولا حاجه. طب احنا ليه لما بنروح الاستاد بنقعد نقول ايه لما الجون بيجي؟ هبل. طب ليه بنقعد ندب برجلنا على الارض لما اللعيب تتقطع منه الكوره؟ مجانين احنا يعني؟ يا شيماء بيبقى في ناس مالهمش في الكوره وبيروحوا يشجعوا بلدهم، حتى حبنا لبلدنا يا شيماء عايزين نكتمه جوانا، ما ينفعش. دي الساعه ونص بتاعت الماتش هي الحاجه الوحيده اللي بتنسينا القرف اللي احنا عايشين فيه، والمشكله بقى ان هم لا عايزين يسيبونا في حالنا ولا عايزيننا ننفذ على اللي جوانا. طب نعمل ايه؟ ناكل في بعض؟ بس انا ببقى خايفه عليك. ايه؟ بجد؟ والله انت ما عندك دم ولا بتحس. طب بقول لك ايه، انت ما جوعتيش؟ اصل بصراحه الكلام الحلو ده جوعني. ها هتعزميني على ايه؟ وكمان انا اللي هعزم يعني على الرجاله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجو ده؟ خلاص هعزمك انت واهل. عايزه تاكلي ايه؟ بيت زوريش. نعم؟ بيت زوريش. بقول لك غربان تقولي لي بيت زوريش؟ حرام عليك يا شيماء، حرام عليك. طيب ماشي، بيت زوريش. يلا تعالي. يلا. يا جيجي الله يرحمه، قدروا هنعمل ايه؟ محدش يقدر يعمل اي حاجه. حبيبتي بيقول لي يا حبيبتي بس ما كانش ابويا، ده كان ابني اللي ربيته، يروح مني كده. ازاي اسيبه طيب؟ مش قادرة اصدق. يا بنت نص ده ما كانش اخوكي ولا ابنك لوحده،
ده كان ابننا كلنا. والله ده في مكان احلى، والله في مكان احلى من اللي احنا عايشين فيه. استهدي بالله يا بنت الناس، استهدي بالله. لا بالله. استهدي بالله. مش قادرة يا ديب والله. عارف انه غصب عنك، غصب عني والله. عارف غصب عننا كلنا. مفيش حد يعرف يعمل المصنعيه دي اليومين دول، ده شغل الاسطوات القدام بتوع زمان. ما هي حماد أسماء قالت كده برضه. حماد اسماء؟ هو العقد ده بتاعك ولا بتاع حماد اسماء؟ ده شبكة أسماء. أصل الولية حماتها كانت شايلاها لما ابنها يجي يشبك، يعني بتشن على دماغها حاجة. هو ورهولنا عجبنا وقرنا الفتحة على كده. طيب يا ست ربنا يتمم بخير. امال ليه عايزه ترهنيه؟ أصل يا مقدس اللي مطلوب مني أكتر من طاقتي، وأنا نفسي أفرح ببنتي وأخلص بقى. ما قلناش حاجه. طب بس افرضي انه جوزها سالها فين العقد، هترد تقول له ايه؟ ما هو ده اللي أنا قصدك فيه. يوم الفرح إن شاء الله هستلفه منك تلبسه مسافة الفرح، وأنا بنفسي هجيبه لك يوم الصباحية. عايزين يقلع بنتك شبكتها يوم الصباحيه؟ ليه؟ هجيبها هنا احطها في الدرج؟ هعلقها في الفيترينا؟ مش قادر استنى يعني؟ مش عيب كده يا ام اسماء؟ ما هو برضه يا اخويا اصله يعني. بصي بقى، امسكي ده ترجعيه مكانه زي ما كان، وبكره الصبح تاخدي اسماء وتروحوا الاثنين شارع عبد العزيز. انا هبعت معاكم مسعد، هي هتنقي الحاجه ومسعد هو اللي يدفع، وانت بقى مش مطلوب منك غير ان انت تزغرطي. انت مش بتعرفي تزغرطي؟ بعرف يا مقدس. طب ما تسمعيني كده. مكسوفة عشان الواد اخو جيجي. الله يفيك الخير يا ام اسماء. امال جيجي فين؟ ما هي جيجي لسه ما نزلتش، انا مديها يومين بس تروق شويه زياده. المصيبه برضو كانت كبيره. ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب يا مقدس. خلاص يا ستي اتكلي انت على الله، بس اوعي بقى تنسي ما تعزمنيش في كتب الكتاب. وانا اقدر؟ ده انت شاهد على كتب الكتاب كمان. مش شاهد على كتب الكتاب ازاي بس يا ام اسماء؟ دي لازم اسال فيها ابونا الاول. فوتك بعافيه. اتفضلي يا ستي، مع السلامه. أنا اتكلمت مع الراجل صاحب الأرض وتقريبا كده شبه اتفقنا. عارف يا بابي، لو طلع كلامه بجد والأرض دي فيها شغل، بتوع السفارة هيأجروا ويخشوا على طول. طب وهو؟ اتفقت ما ياخد فلوس ويبعد على الصورة خالص. طب لما هو يبعد بتوع السفارة يبتدوا، احنا دورنا ايه بقى؟ دورنا ايه يا بابي؟ هناخد عمولتنا طبعا. وناخد عمولة ليه؟ ما نطلع احنا الحاجة ونبيعها لهم. يا بابي يا بابي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ الناس دول بالذات ما ينفعش معاهم كده. احنا لازم نكسب ثقتهم، يعني ناخدهم واحدة واحدة. انت ناسي انهم عندهم حصانة دبلوماسية ومسنودين، يعني يقدروا يدخلوا ويخرجوا في الآثار زي ما هم عايزين. وساعتها لو واحدة زي الزفت دي اللي اسمها فريدة عرفت، تبقى تورينا بقى هتعمل ايه. خلينا كده يا بابي، من بعيد لبعيد أحسن. عندنا حاجات كتير قوي عايزين نفكر فيها بعد موضوع التمثال الأخراني ده. ولا انت عايز فريدة بقى كل شوية تسلط علينا الجنرال؟ عندك حق، انا غلطت لما رحت للجنرال ده كلب ما يسويش، ما يعرفش غير مصلحته. مع انه كان رجع لي تمثال كنت هديله اللي هو عايزه. ولا يهمك يا بابي، ما تشيلش هم. احنا لو كسبنا الناس دي هنعمل معاهم احلى شغل، ونفك بقى من فريدة والجنرال والناس دي كلها. اوكي يا غالي، انا مطمن كل بتاع اللي يا حبيبتي. ما تقلقش يا بابي، انا همشي دلوقتي اروح اجيب رامي المدرسة واتكلم بقى معاهم في حاجات كده شوية عايزة اخلصها. مع السلامة يا حبيبي. باي يا بابا. باي. انت وقعتني من السما يا ابو يحيى، انا لو كنت اتعكشت كان رحلوني وقتي. وانت يا ابني اللي مصبرك على اللي انت فيه ده، ما ترجع بلدكم تشتغل هناك اي حاجه احسن. اي حاجه ايه يا ابو يحيى؟ انا لو اشتغلت 100 حاجه فوق بعض مش عارف اجيب الربع اللي انا بعمله هنا. وانت شايف نفسك عملت حاجه هنا؟ ايوه طبعا عملنا وجبنا فلوس، بس مخبيه في بيت الاشباح. بيت الاشباح؟ ايه بقى بيت الاشباح ده يا سيكا؟ ده البيت اللي ساكن فيه 20 روح. مصريين تلاقي، سوريين تلاقي، ليبيين موجودين، اللي انت عاوزه. ده جامع الدول العربيه تانية يعني؟ لا يا عم احنا مالناش في السياسه. طب بقول لك ايه، احنا نسيبنا بقى من الكلام الفارغ ده. انا لو جبت لك شغلانه كويسه قوي
هتريحك وتضمن لك اقامه هنا مدى الحياه. تشتغل معايا سكه؟ خيرك سابق ابو يحيى، ده كفايه الواجب اللي انت عملته معايا النهارده. بس اديني يومين بس كده اظبط حالي واكلمك. طب ماشي، ظبط حالك ورد عليا يا سيدي. ماشي يا باشا، عن اذنك بقى يا باشا. السلام عليكم. نورت يا سيكا. ايه في ايه؟ البت شهد. ايه؟ طب ما تفضلها يا شيماء. لازم ارد. ايوه يا رخمه. ايه؟ رخمه؟ عمى في عينك ده نمك. هي دي يا بنت السلام عليكم اللي بتردي عليها في التليفون؟ معلش يا ماما انا كنت فاكراكي شهد. انت فين يا بنت؟ وبعدين ايه الدوشه اللي حواليك دي؟ انت في الشارع يا بنت؟ لا انا لسه في المستشفى ما خلصتش، وبعدين ده الشباك، انا قاعده جنب الشباك. طب ما دام في المستشفى بقى اندهي لي حد من زميلاتك اسلم عليه. هتقولي لها ايه بس يا ماما؟ وبعدين الو. ايوه الو. هي في ايه؟ انا لازم امشي. ليه بس قولي في ايه؟ هي بقى لها شويه شاكه فيا. طب انت مش مظبطه مع صحباتك؟ انا عارفه بقى، شكلها عارفه حاجه. يلا والنبي يلا. استني هوصلك. ده ايه الجو وصفاره الحكم اللي على غفله ده؟ مساء الخير يا فندم. مساء الله السلامة. الله يسلمك. الأستاذة غالية الشيمي نزيلة هنا في الأوتيل. ثانية واحدة يا فندم. بعد إذنك. مظبوط يا فندم. طيب هي غرفة كام من فضلك؟ سوري ما أقدرش أقول لحضرتك. خسارة أنا كنت عايز أديها هدية. حضرتك تقدر تسيبها هنا وإحنا نوصلها للغرفة. طب هايل أوي. أنا هروح أجيب الهدية من العربية وأرجع على طول. أوكي شكرا. مع السلامة. بص يا جيجي، انا مش جاي اقولك زي كل الناس ما بتقولك، بس هي حاجه واحده بس. الحزن في القلب، وكل حاجه في اولها بتبقى صعبه، بس الدنيا لازم تمشي، وهتمشي ان شاء الله. مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا ريت، بس كل ده طبعا كل بوقته. انا مش بقولك انسي نصها، خليه فاكراه، بس فاكراه في قلبك. وعشان خاطره وعشان خاطر امك الغلبانه دي، انزلي شوفي شغلك واكل عيشك وروحي وتعالي زي ما انتي، عشان امك لما تشوفك كده هي كمان هتبقى كويسه. ولا انت عايزه ايه؟ ربنا يسهل. واخر طلب بطلبه منك يا جيجي. لا، انا بقى اللي عندي طلب ليك. وامريني. موحة. مالها موحة يا جيجي؟ متكسرش بخاطر، انت غلبانة ونفسها تفرح. انا بنت وبقولك انا عارفة يعني ايه فرح. كل البنات بتستنى اليوم ده عشان خاطري. ماشي يا جيجي، انا هرضيها وهرضيكي، بس انت كمان ترضيني وتعملي اللي هقولك عليه. انا بقى مش هنزل اشتري الشبكه من المحل غير لما انت تكوني موجوده، وانت اللي اديها بنفسك كمان. وانت حره، صاحبتك اتجوزيها هتعنسيها كده. فوقي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مساء الخير يا ماما. اهلا يا حبيبتي. انا جيت لحضرتك في وقت مش مناسب. لا قصدي اصل انا كنت نازله. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. الحقيقه اصل والله العظيم ما هعطلك، بس انا محتاجه قوي ان انت تسمعيني. طب اقول لك ايه بس دلوقتي؟ بصي بقى يا بنتي من الاخر، يوسف محرج عليا يدخلك البيت وانا ما اقدرش اخالفه في اللي قاله.
يعني انت مش عايزه تسمعيني؟ ما انت المفروض تقدري موقفي. يوسف لو جه دلوقتي وشافنا لو انت واقفين الوقفه دي هيطين عيشتي. واديكي شفتي عمل فيا انا وانت ايه المره اللي فاتت. والله العظيم مستعده استحمل اكتر من كده 100 مره. لا حول الله يا ربي. طب وليه يا بنتي كل ده؟ ما كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. ماما انا حامل من يوسف. انت بتقولي ايه؟ تعالي تعالي ادخلي تعالي. على بالي على بالي يا حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي على بالي. يا مصري لو له ألف ليلة تهجر بلدك وسيبها بلدك بيك أولى. يا مصري له ألف ليلة لتهجر نهر قلبك يكسر، لتبعد وحبايبك تنسى ليه يا ابن بلدي ليه. يعني ايه ياما؟ هكون بكذب يعني؟ بتسأليني انا؟ اسألي نفسك. الموبايل اتقفل ليه اول ما رن؟ قطع شحن اهو ما كل الناس موبايلاتها بتقطع، هي جت عليا انا يعني؟ علشان تعرفي ان لا كنت في التدريب ولا نيله، ولو كان فصل شحن كنت كلمتيني من تليفون زميلتك او من اي تليفون في كشك في الشارع. ياما عايزاني اقف اتكلم من الكشك وانا جايه على البيت، بتعملي معايا كده ليه؟ ليه؟ يا شيماء صرحيني كده وهاتي من الاخر ايه اللي في نفسك. اصرحك بايه؟ انا اخويا ما بيعملش معايا ربع اللي انت بتعمليه ده. ما هو لو اخوك ديبو شم اللي انت بتعمليه هيكون مكسر دماغك ومنيمك في السرير همدانه. شم ايه؟ شم ايه؟ انا عايزه اعرف انت شامه ايه؟ حد قال لك حاجه عليا؟ حد قال لك حاجه عليا يا ياما؟ حرام عليك بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ حرام عليك حرام عليك. انا ويوسف حبينا بعض قوي، كان كل حاجه بالنسبه لي وانا كمان كنت كل حاجه بالنسبه له. عشنا مع بعض فتره ما كناش بنسيب بعض فيها ابدا، لحد ما فجاه قلب عليا، بقى واحد تاني غير اللي اعرفه، بقى مش طايقني ولا طايق يشوفني ولا طايق يسمع صوتي في التليفون. طب واللي حصل بينكوا ده حصل في الحلال ولا؟ بالحلال طبعا يا ماما، انا بنت ناس ومتربيه كويس. اتجوزنا عرفي، قال لي كده احسن لحد ما يظبط اموره، بعد كده كل حاجه تبقى رسمي. وانا صدقته وسمعت كلامه، ما كنتش عارفه انه هيقلب عليا القلبه دي. انا لو اعرف هو ايه اللي غيره من ناحيتي انا ارتاح، اغير من نفسي، ارجع تاني نادين اللي حبها. والورقه معاكي بقى بتاعتك ولا لا؟ لا، يوسف معاه الورقتين. وهو عارف بحكايه الحمل دي؟ عارف، مش مصدقني ومش مصدق انه ابنه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. والحل ايه دلوقتي؟ مش عارفه، انا جايه لحضرتك عشان تقولي لي اعمل ايه، انا ما اعرفش اعمل ايه. يوسف جه، ادخلي جوه بسرعه، استخبي في اي حته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك؟ مفيش حاجه. انت خارجه ولا جايه؟ لا انا كنت نازله اشتري شويه كلف كده وعراوي من السوق. احضر لك لقمه تاكلها؟ وانت ما عملتيش غدا؟ لا ازاي، الغدا جاهز على التسخين. انا قلت بس يعني بدل ما تتعب نفسك انت انا اقوم اسخن لك. خش اغير تكوني حضرتي الحاجه.
سألت دياب؟ حصل، وهقابله بكره وابلغه. بس هو سعادتك يعني لو كان ليا فيه يعني ممكن اسال سؤال؟ اسال. يعني العمليه دي مش زي العمليات بتاعتنا، زي ما تقول سعادتك كده مختلفه شويه. انت مش بتسال، انت بتتناقش. العفو يا سعاده الجنرال، انا مجرد واحد بيتعلم من اساتذته. وتقصد ايه بمختلفه يعني؟ يعني في شكل العملية، حتى الولاد اللي بينفذوها، يعني مش عملية من عملياتنا الكبيرة. بص يا سن، شايف شوية الدبغ دول؟ اللي نازلين دول شوية تفهين مالهمش أي قيمة، لكن لو جمعتهم في سيجار زي ده تقدر تدخنهم. ولع. يعني سعادتك تقصد إن العملية دي هي شوية فتافيت التبغ الصغيرين دول هنجهز بيها لعمليات تانية كتير؟ مظبوط. كده صح. سعيد هو اللي كلمك وعايزك تبقى عين عليا. عايز يعملني عصفورة اللهبل. وانت قلت له ايه؟ خدته على قد عقله، قلت له تمام، بس الموضوع ده هيكلفك شويه، لان انا كده ببيع نفسي، وانا مش هبيع نفسي رخيص. برافو عليك يا يوسف، انت عملت الصح. خليك على هواه قد ما تقدر، وانا من وقت لاخر هرمي لك معلومات تقولها له، والفلوس اللي انت خدتها منه حلال عليك. تمام يا باشا، اعتبره حصل. بس هي لو ما فيهاش بواخه يعني، لا مؤاخذه في السؤال، هو ايه اللي يخليه يعمل حوار زي ده؟ سعيد كان بيشتغل هنا زمان، وانا كنت حبيته وطمنت له وكان عندي ثقه كبيره فيه وخليته دراع اليمين. بعد كده لف ولعب على غاليه بنتي واتجوزها، فاطمنت اكتر لانه بقى جوز بنتي، وحكيت له عن كل اسراري. اسرار ايه بقى مش مهم، المهم انه طلع وخني، ولولا ان غاليه كانت على ذمته انا كنت فرمته. طب ما يتفرم دلوقتي يا باشا، ايه اللي يمنع؟ ولما رامي يكبر ويسمع، او بلاش يسمع، يعرف ان جده خلص على ابوه، تفتكر هيسامحني؟ كونه اتصل بيك ده معناها انه بيدبر لحاجه كبيره قوي انا معرفهاش، بس مش مهم. يا خبر النهارده بفلوس، بكره هيبقى ببلاش يا باشا. عن اذنك. يوسف خلي بالك معاك. تعيدوا يا باشا، انا لما جيت حكيت لك الموضوع ده ما كنتش طمعان في قرشين. الحكايه وما فيها ان انا ما بعضش الايد اللي اتمدت لي. متشكرين يا باشا. نادين، الساعة كام معاكي؟ انا اسفه بجد يا مدام عزه اتاخرت شويه. نادين بطلي الكلام ده، دي مش اول مره تتاخري فيها. معلش انا اسفه، مش هيحصل تاني. وده بالنسبه للتاخير، انما بالنسبه بقى للمكتب، ناويه تنزلي فجاه من غير استئذان؟ لا معلش مية، بس كنت تعبت شويه فجاه وكان لازم امشي، ما كنتش اقدر استنى. انا اسفه. انا لاخر لحظه بحاول ان انا احافظ على الناس اللي معايا، ساعديني ان انا اعمل ده، ممكن؟ حاضر. ايوه يا سيدي، انا اللي هاجي لك بنفسي. انت مالك؟ انا قلت لك معيش حد في المحل. انا جاي لك اهو. يلا سلام. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زيزي؟ ازيك يا مقدم؟ عامله ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله تمام. وشك نور اهو. كويس ان انت اتشجعتي ونزلتي. كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب انا هروح مشوار انا وفاروق، نيجي على طول. ماشي. الحمد لله على السلامه يا جيجي. الله يسلمك يا منور فندم. الدنيا كلها. ربنا يخليك. ايه ده؟ صباح الفل. صباح النور. بصي انا عايز انسيال بس ما يكونش فيه شغل كتير، حاجه كده تكون سيمبل على ذوق القمر. هو لسه بطلع الجداد، اتفضل. ده حلو قوي ده. دوت حلو بس مش سيمبل قوي يعني. لا جامد جامد بصراحه يعني. ودوت كمان. لا ده هايل موت. تعرفي انا باجي اشتري من هنا مخصوص علشان تختاري لي على ذوقك. ربنا يخليك. بس انت للاسف مش واخده بالك مني. بس خير، الليل الاسود ده في حاجه ولا ايه؟ حالة وفاة كده. لا البقاء لله، البقيه في حياتك. طب انا في حاجه اقدر اقدمها لك؟ لا ربنا يخليك. بجد والله قولي. ربنا لو في يخليك. اي حاجه ما اقدرش اتاخر عليكي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ده ذوقك. يلا ديبو، انا بشتري انسان. اطلع بره يلا. امين. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تطرد الزبون كده؟ افرض المهندس كان راجع وشافك، كان شكلي هيبقى عامل ازاي؟ وشكل انا ما فكرتيش فيه. ما فكرتيش فيه وانت بتهزري مع النطع ده. ايه يا بت؟ انت مش عارفه انا بغير عليكي ولا ايه؟ بهزر معاه؟
ده على اساس ايه يعني؟ ان انا مصاحباه؟ مصاحباه؟ انا هتقل مصاحباه؟ والله العظيم تلاتة لولا الظروف اللي انت فيها انا كنت عملتها معاكي. خلاص يا ديبو، ستتني، قعدني في البيت يا اخويا، ولو شفتني نزلت الشارع حتى ولا بصيت من الشباك بكسر لي رجلي. الصبر. قلت لك الجواز مش سهل. ايه الصبر؟ الصبر يا بنت الناس. وانا بقى السنين بتعد بيا والعمر بيجري وانت ولا في دماغك، فلو تعلن عليا يا ابن الناس خلاص نفضها سيره احسن. نفضها سيره؟ ماشي يا جيجي، نفضها سيره. انا اعتبر الكلمه دي ما اتقالتش. انا لسه برضه مراعي الظروف اللي انت فيها. انا بقى ظروفي زي الفل، انت اللي بتزوغ من الكلام. بزوغ من الكلام؟ لما اقول لك عايزين نطلع من العيشه اللي احنا عايشين فيها دي يبقى انا كده بزوغ من الكلام؟ ايه عايزه تعيشي في الفقر؟ وهنطلع من الفقر ده ازاي ان شاء الله؟ طبعا هتقولي لما اسافر وارجع، مش كده؟ يا جيجي لما اسافر، هو ده اللي في دماغي ومش هغيره. هسافر. حلو، تسافر انت واستناك انا هنا، مش كده؟ وبعدين تبعت لي وتقول لي شوفي حالك يا بنت الناس ما تستنينيش. لا ديبو مش هيحصل. سفر وتسيبني مقطوعه هنا مستنياك مش هيحصل، وانت بقى ودماغك. مفيش فايده.